طبعا بتشوفوا المارشميلو فلاف ده كتير قوي دلوقتي في كل الكافيهات. تعالى اوريكم التريكات اللي تطلعوا معاكم فلاف يونان من اول مره. حل على النار، حط كوبايه الا ربع من السكر، ربع كوبايه من الميه، وربع كوبايه من عسل الجلوكوز. هقلبهم على نار متوسطه لحد ما السكر يدوب، واول ما بيخش مرحله الغليان ههدي النار على الاخر خالص، وفي نفس الوقت هبتدي احضر المارين. 2 بيض وليمون ورشه من الملح. هنضربه على اقل سرعه لحد ما يعمل رغوه كده. مجرد ما الرغوه بتتكون ببتدي ان انا اعلي السرعه واضربه لمده تقريبا 2-3 لحد ما يبقى عندي فلافي. ده كده اسمها سوفت بيك مش ستيف بيك، خلوا بالكم. في نفس الوقت عيني على السكر، كل شويه بختبره بالميه. المرحله اللي انا عايزه اوصل لها اسمها سوفت بول، يعني ان السكر لما بينزل الميه بيكون محتفظ بالشكل بتاعه، بس لما بمسكه بيتفرد وبيكون مرن تحت ايدي. لما بوصل المرحله دي بقفل عليه على طول، لو طولت عليه دقيقه واحده هيتحول لكور صلبه، وكده الوصفه هتكون باظت مني. على طول والسكر سخن هبتدي انزله بالراحه من على جنب الطبق، والخفق شغال باقل سرعه. لو بتستخدموا هاند ميكسر خلوا حد يساعدكم. اهم حاجه ان احنا بنصب على طرف الطبق والسرعه اقل حاجه. مجرد ما بنزل الكميه كلها بخفقه لمده دقيقتين تقريبا على اعلى سرعه لحد ما اوصل للمرحله دي. هنا بقى هنضيف اي فليفر احنا عايزينه، فانيليا، برتقال، ليمون، اللي انتوا عايزينه، وهضربه لمده 30 ثانيه كمان، وكده خلاص المارشميلو فلاف جاهز. المفروض يكون مرن بس في نفس الوقت محتفظ بالشيب بتاعه. حطوه في برطمان وسيبوه بره التلاجة، هيقعد معاكم لمده اسبوع. ولو لقيتوا ان هو نشف ما بقاش مرن، حطوه في حمام مائي لمده 2-3 وهيرجع معاكم زي الكريمه. بس خلي بالكم ان هو بيكون مسكر قوي، فالهوت شوكليت خلوا السكر بتاعه خفيف. وممكن تستخدموه في حشوات الكيك او البسكوت او حتى التزيين. وبس كده.